واهلا وسهلا بنات، السلام عليكم. كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ ان شاء الله يا ربي. نتمنىكم تكونوا كاع بكم على خير وبخير. بنات جيت لكم بيوم جديد وفيديو جديد. لا فيديو ديال اليوم غادي نتغداو في برا، في الهواء الطلق في واحد الجريده، وقلت علاش لا ما نديكمش معايا. أما بالنسبة للغدا البنات فتكلفت به شيماء هم الغنية عن التعريف. فكما قلت لكم بالنسبة للغدا فتكلفت به هي، واما الحوايج الاخرين فغادي نديرهم حنا. هكذاك بيبيضاش، ولا مثلا انا غادي ندير إيلاضو، ندير بيبا. المهم كل وحده فينا شنو غادي تدي. المهم من هذا اننا نتغداو مجموعين، نفوتوا وقيته اللي هي زوينه، ونبدلوا شويه هذا الربعه ديال الحيوط. اول حاجه خديت هاد الصاك اللي هو شويه المهم صغير هو هكذا، ولكن هو من الداخل هذاك من النوع ديال اللي كيحافظ لكم على البروده ديال الحويجات اللي كديروهم فيهم. الصراحه هذا خديته زوين واعر، كنت خديته بالطابير ديالو. صافي درت هذيك التويشيه اللي غادي تحافظ لي على البروده. وغادي ندير هنايا الى دوس اللي غادي ندي معايا. شفتوا البنات هنايا غادي ندير كما قلت لكم الى دوس، ومن تحت راه دايره ديك التويشيه اللي كتحافظ على، يمكن لكم ديروا حتى الثلج ولا هذه، غير باش كما قلت لكم تحافظوا على البروده ديال الإيلاضو. صافي وهنا من فوق غادي ندير كذلك ومثال هذه اللي غادي تحافظ لي على البروده. كاينين شكالات البنات، كاينين منهم بزاف ديال الاشكال والانواع. وغادي ندي كذلك هادو بان صاحبتي غادي تجيب بيبيضات او غادي تجيب المشروبات، فغادي نديهم بحال ما اننا نحتاجينهم ولا شي حاجه. وصافي غادي نجمع هكذا الحويجات ديالي ونمشي باش نوجد راسي. وبما ان الخريجه غادي تكون في الهواء الطلق يعني في الجرده وهذه، فضروري جيت باش نصايب هنايا الكريم الشمس ديالي. ضروري البنات ضروري، خصوصا في هذه الايام. هي شوفوا الكريمه ديال الشمس كتبقى شي حاجه اللي هي ضروريه. انا حتى ملي كتكون الشتا كطيح وكيكون البرد، فمجرد انك تدخلي للكوزينه فداك بحد ذاته راه كتفرعي البشره ديالك. فهذا الشيء كنقول لكم ضروري باش يكون معكم دائما كريمه ديال الشمس. انا نديرها تقريبا على حال غادي تصالالي، فغادي ندير شويه كما قلت لكم ديال كريمه ديال الصول لبس حويجاتي ونتكلوا على الله. وهنا حبيباتي خرجنا للبارك اللي كانت واحد الشميشه كتحمق، كانت غزاله البنات. حاولوا علاش ما قديتوا انكم دائما كنقول لكم تخرجوا تستغلوا بحال شميشه بحال هذه. وصافي هنايا بالنسبه للغدا راه تكلفت بها شيماء كما قلت لكم حبيباتي، كل وحده تكلفت بشي حاجه، المشروبات ولا شي حاجه. وشيماء درت لنا هذا الطبق اللي غزال كامل متكامل، فيه نشويات، فيه الخضار، فيه اللحوم، فيه تبارك الله ما شاء الله. كان فيه واحد المذاق يا البنات ما نعاود لكمش والله العظيم. دابا كنشوف فيه وتشهيت هذاك الخضيره اللي كانت فيه، وهذاك الدجاج كان فيه واحد المذاق ولا اروع. دائما كنقول لكم بان شيماء او لا شيماء هم راها كتكلف لكم دائما بالمالح والحلو. الا كانت عندكم شي حفله، شي خطوبه، شي سابع، ختانه، عيد ميلاد، فراها كتكلف بجميع انواع المأكولات سواء المالحه او لا الحلوه. درت لنا الصلصه ديال الدجاج هكذا في ابارتي، اللي بغى يغمس الصلصه ابارت. وصافي هنا تغدينا، دوزنا واحد الوقيته ما نعاود لكمش. من بعد صافي كملنا جمعنا داكشي. المهم راكم عارفين خصك تنقي بلاصتك وهذه. وصافي البنات كانوا جابوا الزريعه، وصافي بقينا كناكلوا تما الزريعه وإيلاضو. صافي من بعد رجعنا للدار لان صافي الجو بحال بغى يتقلب شويه. شتو البنات ديك الشميشه ما تبارك الله اللي كانت. ايوا صافي وكذلك خصنا نرجعوا على ود الوليدات نجيبوهم من المدرسه. انا دخلت في الساعه نيشان للكوزينه، قديت لهم هاد الكاب كيكس لانني خاصني نمشي نجيبهم من المدرسه، والصراحه ما كانش عندي شي حاجه اللي غادي ياكلوها للكوتي. صافي قديتهم هكذا بالشكلاط ووجدتهم الصراحه جاو بنانين جاو هشاشين. وخلاص راه الحاجه ديال الدار دائما كتكون احسن. انا الصراحه كنتجنب علاش ما قديت او لا كنحاول علاش ما قديت انني هاد الحويجات يداروا في الدار وياكلوهم الوليدات في الدار غيكون احسن. ضروري راه ما كنقول لكمش انا ما كنشريش من برا ولا هذه، مي كنحاول كما قلت لكم علاش ما قديت انني نصاوب الحويجات ديال الدار.
هنايا كان عندي واحد جوج ديال الحبات ديال البنان، درت لهم مع الحليب وضفت عليهم واحد الدانون ديال الشكلاط. ما درت فيه لا سكر لا والو، حيتاش هاد الدانون ديال الشكلاط اصلا بحد ذاته راه حلو، فدرتو غير هو اللي حليت به. مولفه كنحليه بالتمر ولا شي حاجه، مي هاد المره قلت الا درت الدانون ديال الشكلاط فبلاش التمر وصافي. ما درت فيه لا سكر لا والو، طحنته هكذا. وكنعطيو كما قلت لكم كتبقى شي حاجه اللي هي ديال الدار وراكي عارفه سمو راكي دايره فيها ولا هذا. فانا كما قلت لكم دائما كنفضل علاش ما قديت هكذا حويجات ديال الدار يكون احسن واحسن. وزيادة على هادشي فاش وليدات بصفة عامة ماشي غير وليداتي ملي كيشوفوا شي حاجة داخل فيها الشكلاط ولا هادي فاكيد راه كياكلوها. صافي عطيت لهم الكويسات ديالهم هكذا، حطيت لهم ديك الكب كيكس اللي كنت درت لانني حطيتهم في بردوا في الساع. وصافي هنا كنت جبت وليداتي من المدرسة وجدت لهم الكوتي ديالهم كما قلت لكم، عطيت لهم الحويجات ديال الدار. الحمد لله يعني الحمد لله كيكون الصحيحه ديالهم مزيان فاش كيكونوا الحويجات ديال الدار. كما قلت لكم بنات هذا ما كيعنيش انني ما كنشريش الحوايج ديال الدار، ولكن هكذا مره من الحويجات ديال الدار يكونوا احسن واحسن. وصافي انا عارفه ملي غادي يكملوا هذا الشيء دائما ملي كندير لهم شي حويجه بحال هكذا ولا هذه فكيكملوه. وكهديه عطيتهم ديك القطع ديال الكيت كات. هنا بنات كان عيد ميلاد ديال بنتي وكنت جبت لها هاد الهديه اللي كنت حمقت عليها. بنتي من النوع ديال البنات اللي كتحماق على شي حاجه سميتها الرسم، كتحماق على شي حاجه سميتها الرسم. وبما ان عزيز عليها هاد المجال ديال الرسم ولا هادي فاختاريت لها هديه تكون خاصه بهاد الستيل هذا اللي كيعجبها هي. فخديت لها هذيك اللي كانت كتشرح لكم اولا كانت كتشارك معكم كيفاش كيتمونطا هذيك البياسات ديالها كيتمونطاو هكذاك على هذيك لاباراي. كتبلعي عليها، خاص كديري عليها واحد البابيل تبلعي عليها وكتختاري الديزاين اللي بغيتي وكتديري كيما راه دير بنتي وكيخرجوا لها الرسم هكذاك. وصافي من بعد هي كتلون. الصراحه عجبتني بزاف ومنين شفتها كومونديتها لها اولا شريتها لها. وهادو هاد الستيكرز هادو كتبقى تلصقهم في الرسم ملي كتسالي بالتلوين اولا بالرسم. وما يمكنش نشري شي حاجه لبنتي وما نشريش لولدي. ولدي كيحماق على شي حاجه سميتها الطوموبيلات اولا السوغان، كيحماق على شي حاجه سميتها السوغان. فين ما كان شي تبصيل شي تغطيه ديال المرميطه ولا شي حاجه كيهزها ويسوق بها. فشريت له حتى هو. بما انني ما درت لهم لا حفله لا والو قلت حتى من بعد ان شاء الله ونشوف واش نقدر نصاولهم شي حاجه. صافي شوفوا البنات الجو كيتقلب سبحان الله. شفتوا هذيك الشميشه اللي كنت شاركت معكم قبيله منين خرجنا للبارك باش نتغداو؟ شوفوا سبحان الله كل شيء ولا الشتا هاد الايام سبحان الله. الشتاء ما بقينا عارفين واش رحنا في يامات الربيع ولا في يامات البرد. هاد الفصول راه كيدابزوا بيناتهم، خليونا حتى الاخر وغادي نعرفوا شكون الفصل اللي غادي يبقى معنا وشكون الفصل اللي غادي يمشي. سبحان الله. اللهم اديمها نعمه واحفظها من الزوال. فحتى شتي وراها نعمه فالحمد لله. شدينا هنا الطريق وغاديين ديريكسيون نيشان عند عجوزتي لينا غادي نمشيو نشربوا معاها كويس ديال اتاي. صافي كما قلت لكم مشينا وشوفوني سبحان الله يا البنات. الخضوريه ما شاء الله. صافي وصلنا عند الدار ديال عجوزتي وكانوا تما كونيادوس ديالي كيتفرجوا اكيد في الكره. فين بغيتو يتفرجوا في شي حاجه من غير الكره اكيد غادي يتفرجوا في الكره كمثل الرجال ديال العالم. سبحان الله ما كيملوش منا يا البنات. وصافي هنايا داروا العشيه اولا داروا الكوتي وبنتي قطعت الطرطه. كانوا اجواء اللي اكثر من رائعه الصراحه. ضحكنا دوزناها زوينه فرحات بنتي. كما قلت لكم واخا ما درت لها شي حاجه ولكن ان شاء الله نقدر من هنا لقدام هي واخوها ما عرفت الله اعلم. ايوا صافي هنايا كلينا الطرطه. انا اكيد درت كويس ديال القهوه ديالي. وهنايا في العشاء عجوزتي دارت لنا السفه المدفونه. الصراحه جات كتحمق في المذاق ديالها. ايوا صافي بنات انا بالنسبه لي هنا غادي نحبس الفيديو ديالي لان الصراحه ما بغيتش يجي طويل بزاف ويجي ممل. غادي يحبس لهنا الفيديو ديالي. كنضرب لكم ان شاء الله موعد اخر فيديو اخر. ما تنسونيش حبيباتي من لي لايك التعاليق والبارطاج ديال القناه ديالي. خليتكم في امان الله والسلام عليكم.